الجزء الرابع. طبعا انت يا صديقي بتشرب ميه كل يوم، بس ما تعرفش هم ليه بيضيفوا كلور على الميه وليه مش بيجي لنا تسمم منها، مع ان الكلور ده اصلا ماده سامه. وطبعا انت بقى يا صديقي كذا مره تيجي تفتح الحنفيه تلاقي الميه نازله بيضه، فتقول بقى يا صديقي انا هسيبها بقى شويه كده لغايه لما الكلور يطلع وتبقى شفافه. وما تعرفش بقى يا صديقي ان الابيض ده اصلا ما بيبقاش كلور، ده بيحصل اصلا بسبب فقاعات الاكسجين اللي بيعملها فرق الضغط لما تيجي تنقل الميه. بس ده طبعا ما يمنعش يا صديقي ان هي فيها كلور. طب هو الكلور ده اصلا بيتضاف ليه؟ اول حاجه عشان بيقتل البكتيريا والفيروسات اللي موجوده في الميه. تاني حاجه يا صديقي ان هو بيحمي من الامراض اللي ممكن تتنقل عن طريق الميه زي مرض الكوليرا، وده كان مشهور قوي زمان، التيفود وغيرهم. تالت حاجه بقى يا صديقي ان هو بيشيل الروائح اللي موجوده في الميه، وده زي ما قلنا يا صديقي في الجزء اللي فات عشان الميه بتبقى جايه من على سطح الارض زي الانهار والبحيرات فبتبقى ملوثه. رابع حاجه بقى يا صديقي ان هو بيحافظ على جوده الميه وهي بتتنقل في المواسير، وكمان اهم حاجه ان هو سعره رخيص، فكله مميزات الله اكبر عليه. طب ليه بقى يا صديقي مش بيحصل لنا تسمم لما نشرب الميه بالكلور دي؟ ده عشان هم محددين نسبه معينه اللي هي 4 مللي جرام لكل لتر وبس كده.